إذا كانت الحرية هدف السياسة، لا يمكن أن تكون معناها الحرية تبدأ إذن حيث يتوقف الفعل السياسي. ملخص كتاب ما السياسة؟ تأليف هانا أرندت، بصوت سمير مصاروي. تتمثل أهمية السياسة في سعيها إلى ردم الهوة والاختلافات بين الأفراد، وبما أن مفهوم الحرية والسياسة متداخلان، فقد بين الكتاب الذي بين أيدينا تطور مفهومي الحرية والسياسة من خلال توضيح العلاقة التي تجمعهما، كما أنه تطرق إلى علاقة الدين بالسياسة، وتحدث عن الأسلحة التي طورها الإنسان لاستعمالها في حروب إبادة شاملة نتجت عن محاولات إيقافها مفاهيم سياسية جديدة كالمعاهدات والاتفاقيات والمفاوضات، لنستنتج أن نشوء السياسة وعلاقتها مع التغيرات الاجتماعية ومفاهيمها غاية في التعقيد. فما هي السياسة؟ وهل من الممكن تكريسها لخدمة المجتمع البشري؟ الفصل الأول: من المفترض بالسياسة أن تسعى لردم الهوة بين اختلافات البشر. إن الاختلاف البشري الفطري جعل من الصعوبة الوصول إلى تعريف دقيق لطبيعة العوامل المنظمة لحياة الإنسان كفرد أو جزء من مجموعة، وتعد صلة القرابة بين الأشخاص رابطا لمخلوقات مختلفة في التفكير، كما أنها تمثل مجموعة من التشابهات لأفراد تجمع بينهم سمات عائلية. وبما أن التنوع الإنساني هو الأساس الذي تقوم عليه السياسة، فغالبا ما تقود المصاهرة والعلاقات العائلية ومختلف أنواع القربة البعيدة أم القريبة وصولا إلى القربة الإسمية على مستوى المجتمع ككل، إلى انهيار السياسة وافتقارها للأساس الذي وجدت من أجله، وهو احتواء الكثرة غير المرتبطة بصلة قرابة. بحسب المعتقد المسيحي اليهودي، فإن نقطة التشابه بين البشر هي طبيعة الخلق، واعتبارهم جميعا صورا للإله على اختلافهم، وهذا التشابه لا يجعل للسياسة مكانا، باعتبار أن وظيفتها الأساسية تجريد الناس من اختلافاتهم. لذا حاول الغرب خلق نظرية التعدد والاختلاف بين البشر لتسهيل إيجاد مناخ يمكن فيه ممارسة السياسة التي تسمح للبشر بالشعور بحريتهم من خلال تجاربهم الاجتماعية، رغم صعوبة الجمع بين هذه التجارب والحريات. فهل نجحت السياسة في منح الناس حرية وحياة أفضل؟ الفصل الثاني: ولدت الصراعات بين الدول والدمار الناتج عن الحروب شعورا بالنفور والخوف من مصطلح السياسة. السياسة تعني الحرية، هو تعريف يتناقض مع آراء بعض منظري العلوم الإنسانية والاجتماعية ممن وضعوا توصيفات مخالفة، مجردين الإنسان من حريته أثناء خوضه للتجارب السياسية. وقد ذهبت بعض وجهات النظر بالتشاؤم تجاه السياسة لاستحالة الجمع بين السياسة والحرية في ظل أنظمة احتكرت كل أدوات السلطة والحكم، وتسببت في أزمات سياسية متلاحقة والصراعات بين الدول، وأنتجت الأسلحة النووية. ففقد الناس ثقتهم في قدرتها على توفير سبل حياة أفضل للفرد والمجموعة. ويمكن للإنسان تغيير تلك النظرة من خلال السعي إلى إحداث تغيير جذري في المجال السياسي عبر المبادرة والبدء بالفعل للتخلص من الأنظمة الشمولية والكوارث التي حلت بالعالم. إن هدف السياسة تنظيم الأمور بين الإنسان والمجموعة المنتمي إليها، ولا شك أن الوجود الإنساني لا ينفصل عن وجود سلطة لها القدرة على ضبط الأمن ومنع الصراعات. وقد كان للفيلسوف اليوناني أرسطو جهود في إظهار العلاقة بين الإنسان والسياسة، وبرهن على السعي البشري للعيش ضمن قواعد وقوانين تنظم حياتهم في إطار مؤسسات الدولة، وهي الصورة المثالية للحياة، إذ يبرز أرسطو العلاقة بين الحاكم والمحكوم، فالأول يرغم على اتخاذ قرارات يفرضها على البقية المحكومة وقت الحرب، دون أن يكون لدى المحكومين المجال لمساءلته أو للرقابة عليه. اقتباس: سيكون من السهل إثبات أن النظريات السياسية والقواعد الأخلاقية الغربية حاولت دائما إقصاء حرب الإبادة بشكل خاص من وسائل الهجوم السياسي. وربما يكون أيضا من السهل إظهار كيف أن نجاعة مثل هذه النظريات ومثل هذه الادعاءات لم تسفر عن أي شيء جيد. الفصل الثالث: اختلفت تصورات الفلاسفة للحرية التي ساهمت علاقة السياسة بالمسيحية في تطورها. إن أغلب الحركات السياسية لها أفكار ومعتقدات متشابهة، لكن محورها هو التنازل عن حرية الفرد بهدف الانتقال من مرحلة يكون فيها القرار إلى سلطة عليا. وتعددت الشروح لمفهوم الحرية، فقد اعتبرها التصور اليوناني مجرد حرية حركة،
ثم تطورت إلى حرية الإنسان في الحفاظ على حياته أو إنهائها. أما الفلسفة اليونانية والرومانية فقد جعلت القدرة على التعبير وحرية الحركة أهم ركائز الحرية السياسية، في حين بين بارمينيدس أن حرية النقاش في أمر ما لا تنتج سوى الكذب. ورأى أفلاطون ضرورة منح الحرية لقلة من الناس لإحكام السيطرة على الأغلبية، كما اتفق أغسطينوس وكانت في التأكيد على حق الإنسان في التعبير عن رأيه بالعفوية نفسها التي ولد بها. وتناقضت الحرية في الفكر اليوناني مع مفهوم الرومان لها، إذ كانت العبودية عند الرومان هي الحياة مع أسرة الأسياد التي تجرده من حريته، فيما ظن اليونانيون أن الأجنبي لا يمكنه أن يكون حرا أبدا، بل سيتخذ صفة العبيد طالما أنه لا يعيش في منزل يجمعه بعائلته، وأنه ليس مواطنا أو رجل سياسة. ربطت عدة نظريات بين السياسة والمسيحية، فالسياسة والدين يلزمهما تجمع بشري معين، ويتجلى ارتباطهما في عدة مظاهر، إذ تحتاج المسيحية إلى السياسة الدينية داخل المجال الكنسي، بينما تحتاج السياسة إلى المسيحية لمنح الساسة غطاء شرعيا يبرر ممارساتهم. وقد فضل المسيحيون في العصور الأولى عدم الانشغال بأمور دنيوية، وكانت حياتهم أشبه بالرهبنة بسبب الزهد الذي طغى عليها، لكن فيما بعد اعترضت الكنيسة على هذا النمط المخالف لتعاليم المسيح، ثم جاءت أنظمة الحكم التي فصلت الدين عن الدولة ومنحت الأفراد قدرا من الحرية الدينية. لقد كان للتفاعل المتبادل بين الدين والسياسة أثر على مفهوم الحرية وتطبيقاته، ولكن ماذا لو كان المؤثر ليس فكرا أو دينا؟ ماذا لو كان سلاحا؟ الفصل الرابع. استثمر الإنسان الأسلحة في حروب إبادة أدت إلى تغيير خارطة المفاهيم السياسية. أدت الثورات والتغييرات الاجتماعية في الدول إلى التخلي عن نموذج مشاركة الكل في الحكم، لتضع الحكومة القوانين التي تتيح مساحة جزئية من الحرية للأفراد، فيكون دورهم العمل والمساعدة في تنمية إنتاج الدولة مقابل حفظ حقوقهم وممتلكاتهم بشكل قانوني، كما ويتم ضمان جزء من حرية الأفراد باعتبار أن صلاحيات الحكومة مراقبة وغير مطلقة، وهو ما عرف بحكومة المؤسسات. ثم اندلعت الحرب العالمية الأولى والثانية بدوافع بشرية تهدف إلى السيطرة على الآخر، وبالتالي كان امتلاك الأسلحة النووية والهيدروجينية والذرية من أهم عوامل القوة التي تضمن الهيمنة على مستوى المجتمعات البشرية جميعها. وللهزيمة أحيانا جوانب إيجابية تتعلق ببذل العنصر البشري الجهد في زيادة الإنتاج والنهوض بالجانب الضعيف كألمانيا التي أصبحت واحدة من أكثر الدول تقدما بعد أن شهدت تدهورا وتدميرا للبنى التحتية والإنسان، فتمكنت السلطة من تسخير طاقاتها البشرية للنهوض اقتصاديا وتصنيع الأسلحة اللازمة لحمايتها، والتي تحولت إلى أدوات لحروب إبادة خلقت مفاهيم سياسية جديدة. ولكن ما الأدوات التي لجأ إليها الساسة لخدمة أجنداتهم؟ اقتباس: منذ اكتشاف القنبلة النووية قد أضيف خوف مشروع جدا تمثل في أن الإنسانية ستمحى من على وجه الكرة الأرضية بواسطة السياسة. الفصل الخامس. بعد أن اقترنت بالعنف، عمدت السياسة إلى الكذب والخداع لتغيير الوقائع. قادت المفاوضات بين القوى السياسية إلى توقف الحرب، ما يؤكد أن العنف كان وسيلة من وسائل العملية السياسية، ومثلت حرب الإبادة شكلا من أشكال الهجوم السياسي الذي تجيده الأنظمة الشمولية وتفرضه على العالم. وعرفت مرحلة المعاهدات لإيقاف الحرب بالسياسة الخارجية، والتي استخدمت أدواتها من الخداع والكذب لإتمام المفاوضات، وذلك ما تحدث عنه المؤرخان الإغريقيان هيرودوت في مقدمته وهوميروس في ملحمة الإلياذة التي وصفت حصار مدينة طروادة من قبل اليونانيين. هنا وضع هوميروس الحرب في سياق سياسي لجعل فعل العنف والإبادة أقل جرما، وتبرير النصر اليوناني على أنه نصر إلهي، وبأن الروح القتالية للجندي اليوناني المنتصر هي التي هزمت الطرواد. وقد أنتجت السياسة التشريعات القانونية لإخضاع الإنسان إلى البوليس وتقييده بالقواعد المنظمة للدولة، ولكن تأثيراتها السلبية وإثارتها للحروب والثورات شكل خطورة أكبر على البشرية، إذ من المتوقع أن تباد الأرض بمن عليها في العصور القادمة بسبب ما تنتجه السياسة من كوارث. وبالقياس على الماضي من المتوقع أن تقودنا السياسة نحو المزيد من التخريب والدمار بعد أن اقترن الفعل السياسي بالعنف. فماذا ينبغي على الساسة فعله لتجنيب البشرية الوقوع في الويلات؟
الفصل السادس. إن إنقاذ البشرية يحتاج إلى تفكير سياسي حكيم يحقق الصلات بين الشعوب بعيداً عن الأطماع الأنانية الإنسانية. إن للسياسة 4 مكونات، وهي الهدف الذي تتبعه السياسة، والغاية التي تريدها وتسير نحوها، والمعنى الذي يظهر أثناء الفعل السياسي، ومبدأ الفعل. ويتناول كتاب روح القوانين للفيلسوف سيكوندا مسألة الفعل السياسي، وهو يرى أن ما يمكن اعتباره هدفا في أحد أنظمة الحكم قد يكون غاية أو معيارا للحكم في نظام آخر. فالحرية مبدأ داخل البوليس الأثيني، ولكنها قد تصبح معيارا للحكم داخل نظام ملكي، وقد تتحول إلى هدف في عصر ثوري. يجب على المفكر السياسي السعي إلى تحقيق الأهداف المبتغاة من الفعل السياسي، وإدراك مدى ملائمتها مع وسائل هذا الفعل، وكذلك مع الغايات التي لا تهتم بها المؤسسات السياسية، والتأكد من عدم غياب المبادئ الإنسانية بصورة تامة عن الفعل السياسي. كما عليه أن يفكر في طرق لإنقاذ الحياة البشرية والحفاظ على وجود صلات حقيقية بين الشعوب بعيدا عن الحروب المدمرة التي تقودها أطماع الإنسان تحت غطاء السياسة. فقرة بارزة من الكتاب. تبحث السياسة في المجتمع وفي تبادل الاختلافات الكائنة والأشخاص، ومن حيث هم يوجدون في فضاء مطلق أو انطلاقا من فضاء مطلق من الاختلافات، ينتظمون وفق مؤسسات ضرورية ومحددة. بما أننا نبني أجساما سياسية على بنية أسرية ونفهمها على هيئة العائلة، فإن درجات القرابة تتكافأ، وكأنها من جهة تستطيع أن تربط بين الكائنات الأكثر اختلافا، ومن جهة أخرى كأنها تشكيلات متشابهة بواسطة أفراد يمكن أن ينفصلوا عن بعضهم بعضا والبعض بالمقارنة مع بعض. الخاتمة. تطورت السياسة عبر الزمن، واختلفت علاقتها بمفهوم الحرية من حقبة زمنية لأخرى، وكانت المفاهيم المتعلقة بالسياسة تتجدد بتغير الظروف. وقد وجدت السياسة بالأساس لردم الهوة بين اختلافات البشر وجمعهم تحت قبة الروابط الإنسانية، ولكنها انحرفت عن غايتها الأساسية مع الزمن، وتحولت إلى أداة سلبية بيد الساسة وقادة الدول بهدف استعمالها في تبرير حروب الإبادة التي قادتها أطماعهم، وقد اعتمدت على الكذب والخداع لتوقيع المعاهدات والاتفاقيات الجائرة، مما أدى إلى خسارة ثقة الناس بها وبقدرتها على إنصافهم وتحقيق عدالتهم. ولإنقاذ البشرية من آثار وأهوال الحروب، يجب على الساسة التفكير بحماية الصلات والروابط بين الشعوب، والسعي الجاد إلى تحقيق حريتهم ومنحهم حقوقهم.